من الاخر كده طبعا انا عشان نبقى نكون متفقين، الكابتن حسين لبيب ومجلس الاداره كان عارف ان عنده تركه كبيره جدا وتركه صعبه جدا، لكن لازم نتفق ان المستشار مرتضى منصور عامل 30 40 لغم للمجلس. كل ما تطلع من نقره لحضيره، فاكر الاغنيه اطلع من نقره لحضيره ومن فخ لفخ والدنيا تاخدني وتهبدني طخ طخ. هو ده اللي بيحصل مع نادي الزمالك. نادي الزمالك يا جماعه بجد انا معاك، المجلس في اخطاء عملها، لكن لابد انه يسارع الزمن. وفي رجال اعمال اللي قالوا بنحب نادي الزمالك ومرتضى منصور هو اللي منعنا وهو اللي كسر رجلنا والكلام ده كله، اهو غار بمجلسه. لكن انتوا قدامكم فرصه تاريخيه وفرصه انكم تقولوا انكم احلى مجلس في تاريخ نادي الزمالك، لان انتوا جيتوا في وقت صعب. ادفعوا ازاي تدفعوا المبالغ دي؟ وفي رجال اعمال يا جماعه المفروض يدفعوا المبالغ دي، المفروض تتصرفوا. قدامك وقت كبير جدا، لازم تلحق تبيع اللعيبه اللي انت مش عايزها وتعمل اعاره. ان انت ما بعتهمش هتضطر تدفع لهم مبالغ كبيره جدا، وتفضل تبعت لهم تدفع لهم رواتب ومكافآت. اتصرف فيهم. يعني عندك بعض الاماكن، وبقول لكم اراء اهو، واتمنى طبعا مهاب ياسر لازم يمشي. قلت ياسر حامد الحمد لله، محمود علاء الوحيد اللي ما كانش نفسي يمشي، الزناري اللي كنت عايزه يمشي حلو، ناصر منسي المفروض يمشي. مين تاني يا جماعه قولوا؟ سامسون اكونولا المفروض يمشي. قلنا كمان ابراهيم انضاي المفروض يمشي. في اسامي كتير يا جماعه، في اسامي كتيره جدا لازم تمشيها. ابراهيم انضاي وموتيابا قالوا هيطلعوا عار، مع ان الواد ده لعيب كبير، ده مش عايزه عار، لا الواد ده لعيب جامد، لعيب جامد جدا كمان، لعيب لعب قدام الاهلي. انا اي حد يلعب قدام الاهلي وماتش الاهلي ما مشوش، لو على بص على على عمر اللي يقف على الاهلي ويرقص في ال 18 ويروح لعيب واثق من نفسه مش خايف. انا بحب اللعيبه اللي ما بيخافش. في لعيبه جت كتيره جدا لعبناها قدام النادي الاهلي كانت ركابها بتخبط، كان عندهم اسهال، كان عندهم كتموتو، لا مشوهم بسرعه. فنادي الزمالك قدام وقت قليل جدا لازم يلحق يبيع اللعيبه دي، ويلحق يتصرف يجيب لعيبه ثانيه، ويلحق يدفع الغرامه عشان السوبر الافريقي، الافرو اسمها ايه، الكونفدراليه، حاجات كتيره. احنا بنسابق الزمن يا جماعه. نتمنى التوفيق لمجلس ادارتنا. معلش الفيديو سريع لان طبعا انا ما فيش وقت يا جماعه. قلت اوروبا يعني واخده وقتي كله. اتمنى كل الناس اللي بتشاركني، عندي قناه اسمها الملعب 343 على اليوتيوب، دي قناه عامه عن الكره كلها بشكل عام، لكن طبعا قناتي الخاصه النادي اللي انا بعشقه نادي الزمالك الفانيلا البيضاء. طب اتمنى كل متابعيني